احنا معانا على التليفون الدكتور احمد خليل، متحدث باسم الكتله البرلمانيه باسم لحزب النور السلفي. مساء الخير يا دكتور. ازي حضرتك يا استاذ محمد؟ النائب انور البكليمي اولا قال ان هو اللي قدم استقالته من حزب النور ومش انتوا اللي فصلتوه. طيب احنا الكلام لم يتغير، الكلام بمنتهى الوضوح والبساطه ان احنا حين علمنا ان الواقعه يشوبها نوع من انواع الاضطراب في الروايات، وبدانا نشك ان في واقعه غير صحه، مش عايز اقول كذب فقط. قامت لجنه من عندنا برئاسه الدكتور عماد عبد الغفور، وترتب عدم صحه واقعه ما ذكره البلكيمي. ترتب على ذلك ان احنا رحنا فريق من لجنه قص الحقائق من عندنا من الحزب من الحزب وشؤون العضويه. حضرتك كنت منهم يا دكتور احمد؟ لا، انا لم اكن فيه. وانا هكمل لحضرتك. واثنين من نواب مجلس الشعب راحوا للبلكيمي وطالبوه ان هو بلكيمي، احنا بنقول لك ان احنا كده انت سياسيا انتهيت بالنسبه لحزب النور، ولكن كشخص وكاخ في الله وكداعي كما يقولون كرجل موجود، احنا نقبلك، لان ده ما بينك وما بين الله ليس لنا علاقه به. وقضيه غلق الكلام ده احنا ليس لنا علاقه، احنا بنتحدث سياسيا، احنا ثاني اكبر حزب في مصر، وبنقوم بدورنا السياسي تجاه الناخبين اللي ادوا صوتهم في الانتخابات. يعني برضه في النهايه قرار هو اللي قدم استقالته من الحزب ولا انتوا اللي قررتوا؟ فحدث ان احنا الاستاذ البلكيمي مضى على استقالتين، استقاله من الحزب واستقاله من مجلس الشعب. وقلنا من اول لحظه ان احنا هنقوم باجراءين، الاجراء الاول ان احنا هنقدم الاستقاله للدكتور الكتاتني، ان لم تقبل سنطالب باسقاط عضويه النائب البلكيمي. واضح كده الاضطراب في الكلام. يعني بس هو النهارده بيقول يعني ما حدش ليه علاقه بموضوع ان انا استقيل من مجلس، انا ما استقالتش، وقال يعني ما حدش ليه علاقه بالموضوع ده، ما حدش ليه دخل. على فكره البلكيمي دلوقتي هو مش موجود في بيته، هو الراجل طلب ان هو يبعد، لان فعلا على فكره يا استاذ محمود الضغط غير عادي. يعني مش عايز اقول لحضرتك يعني اي حد يعني بيضغط، يعني فعلا الراجل يعاني من ازمه لا يتخيلها. يعني لكن انتم مستمرين في موقفكم ان انتوا هتقدموا الاستقاله، واذا لم تقبل ستسقطوا عضويتكم. قطعا ده امر منتهي، قضي الامر في الحزب خلاص، ولكن احنا نتحدث عن الاضطراب الغير عادي، الضغط الغير عادي للراجل. يعني لا يوجد احد، حضرتك لو دخلت على النت شفت الكلام والصور والاشكال، فعلا ضغط، لا يعني انا فعلا بقول ربنا يعينه. بس هي الواقعه برضه غير عاديه يا دكتور احمد، يعني مش واقعه عاديه. ما عشان كده احنا اخذنا اجراء لسه حتى المهندس عبد المنعم شحاته كمان على التليفون وبيقول يعني في برلمان ما بعد الثوره ما كانش يجب يحصل ده. عشان كده احنا اخذنا اجراء غير عادي. صحيح. بس فاحنا مصرين على اجراءنا، والاخ البلكيمي هو يعبر بما يشاء، له الحق في ذلك، وهو حتى الان عضو مجلس الشعب. خلينا اجرائيا هو، لكن انتوا قدمتوا استقالته للدكتور الكتاتني؟ احنا ان شاء الله باذن الله الدكتور الكتاتني لسه واصل طبعا من الكويت، او ما اعرفش هو وصل ولا لسه، بس اعتقد ان هو خلال النهارده يا بكره، فمباشره هنقوم بتقديم الاستقاله. طيب عايز اسالك في موضوع الحكومه الائتلافيه، هل حصلت مناقشات بينكم وبين الاخوان المسلمين على تشكيل حكومه ائتلافيه؟ هي بكلمه مناقشات لم ترتقي لذلك، ولكن موافقات عامه. احنا متفقين ان خلاص، انا شايف ان سياسه الارض المحروقه اللي بتستخدمها حكومه فايزه ابو النجا وليست حكومه الجنزوري حتى الان بتمارس ضغط غير عادي على الشعب المصري، والكرامه اللي خدشت من قبل الحكومه واستقلاليه القضاء اللي تم مسها، ده بيؤكد فعلا ان الحكومه بتقطع اي شعره بينها وبين استمراريتها كحكومه ممثله للشعب وجهه تنفيذيه للبرلمان. يعني انتوا يعني مستمرين في سحب الثقه من حكومه الدكتور الجنزوري؟ طبعا انا بطالب بسحب الثقه، وهنستمر في كده عن طريق اكتر من استجواب. طيب هل بداتوا تتناقشوا مع الاخوان في تشكيل الحكومه الجديده؟ الخطوط العامه لكن احنا الخطوط العامه اللي ذكرناها قلنا ان احنا عايزين حكومه ائتلافيه، حكومه تكنوقراط، حكومه تلم كل القوى السياسيه، لان كلمه ان جهه قوى سياسيه واحده بس اللي تتحمل صعوبه تشكيل حكومه في الوقت ده امر صعب جدا. هل اتفقتوا مع الاخوان هيكون في كام وزير من عندكم ولا لسه؟ لا لم نتحدث ولا حتى الحقائب ايه؟ لا خالص يا استاذ محمود، ولكن احنا بنقول ان احنا. طب النهارده السفيره فايزه ابو النجا قالت ما حدش يملك سحب الثقه من الحكومه الا رئيس المجلس الاعلى للقوات المسلحه وفقا للاعلان الدستوري. ما انا بقول لحضرتك دي وزاره فايزه ابو النجا، يعني انا انقب الدكتور الجنزوري رجل في حكمته وفي قدرته التاريخيه، المفروض بقى خلاص يعني ايه، يعني يوقف الوزيره رئيسه الوزراء اللي على ارض الواقع فايزه ابو النجا من مثل هذه التصريحات.
اشكرك الدكتور احمد خليل، المتحدث الرسمي باسم الهيئه البرلمانيه لحزب النور وعضو مجلس الشعب طبعا النهارده.